إمامنا الجزري رحمه الله الذي نحن بصدد شرح منظومته المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، أتبع بحث الوقف والابتداء بثلاثة أبحاث لها علاقة بالوقف والابتداء وتتعلق به. عندما أقرأ أنا وأقف أتعرض لمسائل نبهني عليها ابن الجزري رحمه الله، وأتى بها من علم آخر هو علم رسم المصاحف. عندنا أيها الإخوة علوم اسمها علوم القرآن، منها علم التجويد، منها علم الوقف والابتداء، منها علم رسم المصاحف، يعني الحروف كيف رسمت في القرآن أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبحضوره وبرضاه صلى الله عليه وسلم، والوحي حاضر، لو كان ثمة خطأ فإن الوحي ينبه. فالقرآن محروس من حيث النطق، والقرآن محروس من حيث الكتابة، وهو كلام الله، فالله عز وجل أنزله هكذا، ودون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وانفض المجلس النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم راض عن هذه القطع التي كتبت بين يديه صلى الله عليه وسلم. أقل ما يقال في هذه القطع، أقل ما يقال أنها سنة تقريرية، والسنة كما هو معلوم هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فبعض الكلمات في القرآن العظيم نجد كلمتين إحداهما آخرها نون ساكنة مثلا، والأخرى أولها لام، مثل كلمة أن لا، أن لا، أن الناصبة ولا التي هي نافية. أحيانا نجدها في المصحف كتبت ألا، يعني كتبت بإدغام النون في اللام بعدها على نية الإدغام، لأن العرب تدغم النون الساكنة في اللام بإجماع، لا يقول العربي أبدا أن لا بإظهار النون عند اللام، بل يقول ألا، فعلى نية الإدغام كتبت بعض الكلمات ألا كلمة واحدة في مواضع، وفي مواضع أخرى كتبت على الأصل، لأن الأصل في التقاء الكلمتين أن تكتب كل كلمة على حدة. يعني مثلا بئس ما، الأصل أن تكتب بئس لوحدها وتكتب ما لوحدها، هكذا الأصل، لكن لكثرة توالي هاتين الكلمتين خلف بعضهما كانت العرب أحيانا تكتبهما كالكلمة الواحدة، بئس ما موصولة. إذن أحيانا نجد كلمتين الأصل فيهما أنهما كلمتان، مثل أن لا، بئس ما، نجدهما في المصحف الشريف موصولتين، إما على نية الإدغام مثل ألا، مثل مما أصلها من ما، وإما على نية الوصل فقط وصل، مثل حيث ما، أو مثل بئس ما، أو مثل كل ما، ليس فيها إدغام لكن كتبت في بعض المواضع مقطوعة كل لوحدها وما لوحدها، وأحيانا كل ما موصولة كالكلمة الواحدة. الأئمة كلهم، القراء العشرة كلهم بما فيهم حفص عن عاصم، متفقون على اتباع المصحف من حيث المقطوع والموصول، فما رسم موصولا من كلمتين لا يجيزون الوقف على الكلمة الأولى منهما، بل يقفون على الكلمة الثانية. يعني إذا وجدت في المصحف كلما كتبت كلما كالكلمة الواحدة، فليس لك أن تقف على كلمة كل ولو اضطرارا ولو اختبارا، بل تقف على الثانية كلما ألا. أما إن وجدتهما في المصحف الشريف مفصولتين، كل لوحدها وما لوحدها، أو أن لا، أن لوحدها ولا لوحدها، فلك أن تقف على أن اضطرارا أو اختبارا، وعلى كل أيضا اضطرارا أو اختبارا، وعلى بئس ما على بئس اضطرارا أو اختبارا، ولا يتعمد ذلك لأنه لا يتم المعنى عند هذه الكلمات. إذن هذا المبحث هو مبحث من مباحث علم اسمه علم رسم المصاحف، له كتبه الخاصة التي بينت رسم المصحف حرفا حرفا.
وكلمة كلمة. استل منه إمامنا الجزري هذا الباب، باب المقطوع والموصول، لعلاقة هذا الباب ببحث الوقف والابتداء.